في الفترة اللي احنا فيها دي كاس العالم طبعا شغال في جميع القنوات. طبعا ساعات انت معاك التلفزيون واهلك بيكونوا نايمين مثلا او اي حاجة زي كده، فمش بتقدر تتفرج عليه، فبتدخل على مواقع برضو بيبقى عايزة نت كبير. في الفيديو ده جايب لك تطبيق تقدر تستخدمه بطريقة سهلة وهيشغل لك جميع المباريات بتاعت كاس العالم. يا ريت تتابع معايا الفيديو للنهاية، ما تنساش بقى الاشتراك في القناة والتعليق الجميل بتاعك واللايك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هتجيلي على متجر بلاي، تمام زي ما انتم شايفين. تمام بتدخل عليه زي ما احنا شايفين كده، وبتجي على خانة البحث هنا، بتدخل هنا بتكتب برنامج الاسطورة. تمام تكتب الاسطورة زي ما انت شايف كده، هتنزل تحت. تمام هيظهر معاك البرنامج ده. بعد كده بيظهر معانا التطبيق ده، بتدوس عليه تثبيت. تمام زي ما انتم شايفين هيتثبت ونرجع تاني مع بعضين. بعد كده زي ما انتم شايفين كده اتحمل معانا، بندوس عليه. تمام زي ما انتم شايفين كده بنفتحه، هيظهر معانا بعد كده جميع المباريات واي حاجه انت عايزها. بنيجي كده بندوس الغاء. تمام لو واجهتك دي عادي بيجي لك، بص زي ما انتم شايفين كده، سيرفر البث المباشر، كاس العالم، ومسلسلات، مسلسلات رمضان، الافلام الاجنبيه، يعني بمعنى كلمه في مسرحيات، في قنوات، في جميع كل حاجه انت عايزها بمعنى كلمه موجوده في هذا التطبيق. تمام بعد كده بتجي مثلا عايز تسمع مباريات كاس العالم، بتدوس على مباريات كاس العالم، بيجيب لك بين سبورت هنا جميع بين سبورت الماكس. تمام بيجيب لك كمان ملخصات المباراه. تمام مصر او عايز اي دوله انت تتابعها، تمام ادي مصر ونيوزيلندا، بيجيب لك جميع ملخصات المنتخبات. طب يا امير، طب دلوقتي انا عايز مثلا مش عايز اسمع ماتشات وعايز اسمع افلام ومسلسلات وكده، برضو التطبيق موفر لك كل حاجه زي دي. ادي المسلسلات، وادي مسلسلات رمضان اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت زي ما انت شايفين، علي كلاي والمداح وكل حاجه معاك. تمام والافلام العربيه، وفي مسلسلات اجنبيه، مسلسلات تركيه، وفي الافلام الاجنبيه، وفي المصارعه، في بمعنى الكلمه كل حاجه انت عايزها عن التلفزيون او عن المسلسلات او عن اي حاجه هتلاقيها في الموجوده في التطبيق ده. كده باذن الله نكون خلصنا الشرح ده. ما تنساش بقى بالاشتراك في القناه والتعليق الجميل بتاعك واللايك. مع السلامه، سلام.